السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غنشارك معكم فيه كيك عائلي يومي اللي كيجي رائع ومفشفش وسهل، مقادير سهله. غير تبعوا الخطوات وغينجح معكم من اول تجربه، انا متاكده. المهم غندوزو للمقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. كما كتلاحظوا معايا خديت اناء وضعت فيه 4 ديال البيضات. البيض البنات يكون خارج من الثلاجه ويكون بيض كبير، هذا اللي درت انا، بيضات 4 بيضات كبار. زدت عليهم سنيده كتبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. هنا نص كاس فايت شويه، هنا درت شويه الملحه. الا بغيتو نتوما ديروا كاس ولا اقل من نص كاس على حسب الحلاوه اللي كتبغيو. هنا غنزيد فانيلا وغادي نخلط كلشي حتى كنحسو بالسكر سنيده داب لينا ونساجم مع داك البيض. صافي كما كتلاحظوا معايا معدبه دابت لي السكر سنيده مع البيض. هنا غادي نضيف كاس ديال الزيت. طبعا القياس ديما كيكون بكاس العنبه، الكاس اللي كتعبروا به عبروا به جميع المقادير. صافي غنخلط الكل جيدا حتى كيندمج لي داك الزيت. هنا غناخذ كاس ديال الحليب حتى هو البنات يكون خارج من الثلاجه من قبل باش ما يبقاش بارد. صافي كنخلط الكل مزيان. صافي البنات هنا بعد ما كلشي اندمج ليا، هنا غنبداو نزيدو في الدقيق. ضروري البنات الدقيق كنغربلوه باش كنتفاداو ديك الكويرات اللي كيبقاو لينا في الدقيق. المهم انا هنا غادي نعبر معكم بالكاس اللي عبرت به الزيت والحليب، يعني كاس العنبه. كنغربلو الكاس الاول وكنخلطو الكل جيدا. الدقيق ديما في الكيك كنبداو ندخلوه بشويه بشويه، ما كندخلوش بدفعه واحده باش كيندمج لينا وكنعرفوا القياس ديالنا ديال الدقيق، حيت الدقيق ما كيكونش بحال كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. المهم هنا غنزيد الكاس الثاني، غنغربلو حتى هو. وهنا غنزيد الكاس الثالث وغادي نزيد عليه 3 ديال الخمارات من فئه 8 غرام. انا حاولت ما امكن ما نقطعش لكم بزاف الفيديو باش اللي عمرها ما قادت الكيك او لا عمرها ما سقات لها الكيك تبع الخطوات. نحاول ما امكن تبع انا مع الخطوات باش ننجح مع الكيك من اول تجربه. كيف ما كتلاحظوا هنا غادي نزيد الكاس نص كاس. هاد نص كاس كما كنقول لكم على حسب الحجم ديال البيض او لا على حسب الدقيق واش كيشرب ما كيشربش، هي فين كنزيدوا هاد نص كاس. الا كان الدقيق الا كان الدقيق الا عفوا الا كان البيض صغير كنحتاجو غير 3 الكيسان. الا كان البيض كبير كنحتاجو 3 الكيسان ونص طبعا. ولا كان حتى الدقيق ما كيشربش على حسب النوعيه. المهم نتوما كتبقاو عندكم ميزانكم، هذاكشي علاش ما خصكمش ديروا الدقيق في دقه واحده. كتبقاو تضيفوه بشوي بشوي باش كتعرفوا القوام اللي غادي تحتاجوه. من كتلاحظوا بحال القوام بحال كتهزوا يديكم ما كيتقطعش، العجين ما كتقطعش، عرفوا صافي بانه هو هذا القوام ديال الكيك اللي غنحتاجو. صافي هنا غادي ناخذ المول اللي غيدخل الفران باش نصبوا فيه الخليط. انا خديت هذا المول، هذا راه حجم عائلي كبير ماشي مول صغير. وغادا نصب نص ديال الخليط، نص الاخر تقريبا فوت النص شويه، وما تبقى غادا نضيف ليه ساشيه ديال الكاكاو. واللي ما بغاش يضيف ليه الكاكاو
يخليها غير بحال هكا عاديه. هنا غنضيف هذيك الكاكاو ساشي وحده وكنخلطها مزيان حتى كتندمج ليا. هنا كنضيفوا الخليط ديال الكيك اللي ضفنا ليه الكاكاو. وكما كتلاحظوا معنا ملي كنبغيو نصبوا الخليط ديال الكيك في المول ديما كنهزوا يدينا الفوق باش كيجينا الكيك من الداخل مهوي. صافي انا كناخذ واحد العود وكان بحال هكا كنحاول ندير حركات دائريه باش كيجينا من الداخل باش كيندمج لينا. في هذا الاثناء كنشعل الفران بارد على درجه حراره 200 وكندخلها كنشعل عليها من التحت حتى كتطلع لينا وكتقرب صافي كطيب. كيبقى خصها غير تحمر من الفوق كنشعل عليها من الفوق صافي كتحمر وكنخرجوها. كما كتلاحظوا معنا الكيك هنا بعد ما طابت خرجتها جات محمره. غناخذها ونقلبها معكم في الطبسيل واخا باقا سخونه. كما كتلاحظوا هنا قلبتها راه كتلاحظوا راك محمره. ردوا مع ديما نردوا البال مع الكيك باش ما تحرقش ليكم. صافي هذه هي الكيك ديالنا كما كتلاحظوا راه كتجي مرتفعه وكما قلت لكم هذا المول راه حجم عائلي ماشي مول صغير. صافي غناخذوا موس ونقطعها معاكم باش تشوفوا كي جات من الوسط. كما كتلاحظوا البنات راه كتجي هشيشه وانا قطعتها معكم هنا سخونه. خليوها حتى تبرد عاد قطعوها. كما كتلاحظوا من الداخل كتجي هشيشه كتجي مفشفشه ورطبه البنات. هاد الكيكه تحتفظوا بها تبقى معكم ديروها في قطعوها وديروها في علبه اولا هادو ديروها في الثلاجه كتبقى معكم مده طويله مع الوليدات دابا المدرسه الكوتي غتنفعكم. وهكذا البنات وصلت معكم لاخر الفيديو. كنتمنى يعجبكم هذه الوصفه اللي شاركت معكم اليوم ديال الكيك. المهم البنات ما تنساونيش من اللايكات ديالكم واللي مازال ما اشتركت عندي في القناه دخلي اختي مرحبا بك اشتركي وفعلي زر الجرس باش ديما يبقى يوصلك الجديد والى فيديو جديد ان شاء الله. وشكرا على المتابعه.